مساء الخير، السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. موسم جديد كروي خلاص هيبتدي. النهارده قرعة الدوري الممتاز دوري نايل النهارده بتتعمل من خلال رابطة الأندية في وجود مهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم طبعا، ووجود رئيس الرابطة أستاذ أحمد دياب. والحقيقة واحنا بنبص وبنشوف القرعة والتعب اللي حصل والشركة الألمانية اللي جت عشان تهندل كل حاجة بقى والأمور الخاصة بالتوقيتات والفرق ومواعيد وملاعب وحكام والتفاصيل اللي احنا شفناها في المؤتمر النهارده. هي اتمنى ان هو يبقى موسم ناجح، موسم ناجح. الموسم اللي فات لما نيجي نبص، لا، من وجهة نظري الشخصية لم ينجح احد. الموسم اللي فات لم ينجح احد، ولا رابطة حكام ولا سوري لجنة حكام، ولا رابطة الأندية، ولا الأندية، ولا أي حاجة. الحقيقة من خلال المشاكل اللي حصلت، من خلال جزء التحكيم اللي كان الحقيقة كله بيشتكي منها، من خلال حماية الحكام، من خلال الأندية اللي ممكن تكون كبيرة وتنسحب، الأندية اللي بتشتكي من الحكام، تفاصيل كتير، تطبيق اللوائح وعدم تطبيقها، العدالة الخاصة بكرة القدم في الملاعب ووجود الفرق في ملاعب معينة وعدم وجودها في ملاعب تانية، التوقيتات، فرقة بتلعب جوه أرضها كذا ماتش، فرقة بتلعب بره أرضها كذا ماتش. الامور ما كانتش متساويه تماما. ارجو السنه دي ان ما يحصلش ده. الحقيقه الرابطه النهارده وهي بتعلن عن القرعه قالت ان احنا ان شاء الله الدنيا هتبقى ماشيه حلوه، واحنا بنحاول ومن خلال طبعا استاذ احمد دياب. لكن الحقيقه انا قلقت، خفت، هقول لكم قلقت وخفت ليه. اما نيجي نبص للخطاب للنائب احمد دياب والصديق العزيز والشخصيه الجميله جدا، وهو بيتكلم على تقديمه القرعه نفسها قبل ما الاستاذ طه عزت رئيس لجنه المسابقات وهو بيقدم كل التفصيله بقى بالجدول بتفصيلتها، بالمين هيقابل مين. الاسبوع الخامس الاهلي وبيراميدز، الزمالك وبيراميدز، الزمالك والاهلي، ايا كان بقى الاسبوع اللي هيتقابل فيه الفرق الكبيره دي. لكن اتكلم في نقطه مهمه جدا، تفصيله القرعه وتفصيله اللوائح اللي هي محطوطه. ولكن انا اللي خوفني حاجه واحده، رقم واحد، ان كلمة الخطأ البشري اتكررت حوالي 4-5 مرات في خطاب الاستاذ احمد دياب، بما معناه هي عملية تجهيز لممكن اي مشكلة تحصل، ان ده خطأ بشري، ده ممكن وارد ان يحصل. والله الحقيقة احنا ما بنشوفش الخطأ البشري ده بيحصل في الدوري السعودي ولا الدوريات الاوروبية ولا الدوريات الحقيقة اللي احنا بنتفرج عليها. الخطأ البشري ده لما يكون انت مش حاطط لوائح، ولوائح بتطبقها على الكبير وعلى الصغير، وعندك مجهز حكامك، مجهز ملاعبك، مجهز كل التفاصيل دي كلها. ده اللي احنا منتظرينه، ومنتظرين النجاح للدوري السنه دي اللي فيه 7 فرق هيطلعوا وينافسوا على من خلال الدور الاول. لان احنا خلي بالكم احنا عندنا قرعتين، ادي قرعه اتعملت النهارده ولسه قرعه لما ينتهي الدور الاول، ونشوف بقى مين الفرق السبعه اللي هتنافس على البطوله، والفرق ال 14 هتنافس على الابتعاد عن شبح الهبوط ووجودها في الدوري الممتاز الموسم القادم. طبعا احنا عدينا بقى الموضوع بتاع ان مفيش نزول السنه اللي فاتت وفي فرق طلعت، والنزول السنه الجايه هيبقى 2 ولا هيبقى 3 ولا ما نعرفش. الحقيقه انا شخصيا لغايه دلوقتي ممكن تقول على نهايه الموسم احنا حاجات كتير ممكن تتغير. هيقول لك ننزل 2، تلاقي ممكن 3 4، ممكن ما تنزلش تاني، مش عارفين ايه اللي ممكن جاي. لكن في الاخر كلمة استاذ احمد دياب او الكلمة النهاردة اللي القاها اثناء القرعة، يعني في حاجة كده زي ما بقول لكم باكد عليها، خوفتني. الخطأ البشري، كلمة الخطأ البشري النهاردة اتكررت كذا مرة، وده يعني اتمنى انه يبقى. والفرق ال 14 هتنافس على الابتعاد عن شبح الهبوط ووجودها في الدوري الممتاز الموسم القادم. طبعا احنا عدينا بقى الموضوع بتاع ان مفيش نزول السنه اللي فاتت وفي فرق طلعت، والنزول السنه الجايه هيبقى 2 ولا هيبقى 3 ولا ما نعرفش. الحقيقه انا شخصيا لغايه دلوقتي ممكن تقول على نهايه الموسم احنا حاجات كتير ممكن تتغير. هيقول لك ننزل 2، تلاقي ممكن 3 4، ممكن ما تنزلش تاني، مش عارفين ايه اللي ممكن جاي. لكن في الاخر كلمة استاذ احمد دياب او الكلمة النهاردة اللي القاها اثناء القرعة، يعني في حاجة كده زي ما بقول لكم باكد عليها، خوفتني. الخطأ البشري، كلمة الخطأ البشري النهاردة اتكررت
كذا مره، وده يعني اتمنى انه ما يبقاش تمهيد لاي مشكله ممكن تحصل ونيجي نقول ايه خطا بشري. احنا دافعين فلوس كتير للشركه الالمانيه النهارده، اللي الراجل ما اعرفش هو ما جاش ليه الحقيقه، الراجل الالماني والمدير الشركه الخاصه بالتنظيم والقرعه وتجهيز الجداول وتجهيز المباريات والملاعب، هو ما جاش ليه؟ الراجل بيعتذر، دخل على زوم او فيديو كونفرنس الحقيقه، يعني الراجل مشغول الحقيقه، لكن هو ما دام دافعين له فلوس لازم يجي ويقعد ويقنع الناس ويشوف الناس والناس تشوفه ان في مجهود بيتعمل. ايا كان طبعا هو في مجهود بيتعمل، كل التقدير والاحترام، ونتمنى ان احنا نشوف دوري قوي، دوري منتظم. في توقفات كتير، توقفات للمنتخب، كاس كاس عرب، بيراميدز في دوري ابطال، الاهلي، الزمالك، الفرق اللي موجوده في افريقيا، عندنا بيراميدز في الانتركونتيننتال نتمنى له التوفيق، الاهلي في دوري ابطال، كل الفرق اللي بتشارك في البطولات اللي بتشرف مصر نتمنى لها التوفيق، وهم مدينها حيز مهم جدا في جدول الدوري ومنظمين الامور، لكن اتمنى انها تمشي منظمه بالشكل اللي يليق باسم الدوري المصري اللي احنا منتظرينه يبقى زي الدوري السعودي. عشان نبقى متفقين، اللوائح والتنظيمات الخاصه بالجدول او بالسنه دي بالدوري الممتاز فيها بعض الاختلافات، اتمنى الاختلافات دي يتم تطبق على الكل، لان ده جزء مهم جدا، والعداله الخاصه في كره القدم والفير بلاي ده اللي احنا نتمناه الحقيقه. وهناك بعض اللوائح الخاصه بالتحكيم والعقوبات الخاصه اللي بتحمي الحكام، لو حضراتكم قرأتوها، فكرة ان تغليظ العقوبة على اي حد يعترض على الحكم او اي حد يجي جنب الحكم، كل ده حماية للحكام، ده جزء برضو لازم نثني عليه ونقول عليه ان هو حاجة كويسة، عشان حكامنا مهم جدا ان انت تحميهم عشان البطولة تمشي بالشكل اللي بيليق باسم مصر وسمعة مصر في كرة القدم. اتمنى التوفيق ان شاء الله للدوري، ونشوف دوري حلو، ونشوف لعيبة تطلع بقى من الأندية دي بشكل جيد. فيعني بداية كويسة، وبداية ان شاء الله نتمنى انها تبقى كويسة من خلال قرعة النهاردة بالنسبة للدوري الممتاز نايل. زي ما بنقول كده احنا دوري النيل، ده دوري النيل ان شاء الله.